يا اسعد هم يحلمون. تعرف خبرك، نعطيك نظره على بين المغرب والجزائر. هي تماما بين امريكا والمكسيك. عندما يخطب الرئيس بايدن الشعب المكسيكي هو الذي يستمع الى الخطاب. نفس الشيء عندما يخطب تبون الشعب المغربي هو الذي يستمع الى الخطاب. سبحان الله. الشعب المغربي والله الشعب العربي والله تبون. معليش انت باش ترضي الطرف المغربي تتكلم معي هكا، ولكن هي الحقيقه. لا 26 مليون مغربي استمعوا الى الخطاب الاخير للرئيس تبون. كلهم انا اقول لك انا اقدر اقول لك كم عدد سكان المغرب؟ 40 مليون. اذا مستثنين 36 مليون. وين 40 مليون؟ 36. تمام. عدوا انت عد اول اللي فيه تندوخ، بعدين تعال عد الشعب المغربي. اذا 30 مليون مغربي انا اعتقد يشاهدوا خطاب تبون بطبع. للضحك فقط. لا انت تريد ايصال هذه الكلمه للضحك فقط. لا، هم والله شوف، النظام الملكي النظام الملكي والنظام الجمهوري ليس ما همش كيف يا اسعد، ما همش كيف. احنا النظام الجمهوري نقدروا نسبوا للرئيس، نديروا مشاكل، نعرضوا اي شيء. هما لا سب. انتوا سبوا رحم الله. لا عندما اقول لك سب ليس سب بس، يعني نقدح معليش. انت لم ترى المغرب الذي يسبون. انت يا اسعد شاهدناك في المغرب، ولكن لم نشاهدك عند الطبقه الكادحه، لم نشاهدك عند الشعب المغربي العادي مسكين، لم شاهدناك فقط عند علية القوم. سبحان الله، انت كنت فقط في المنازل ذات معها الكليمالاج، هذه المبردات والسيارات الفاخره والاكل. لا اسعد، لا روح للاطلس، روح للحوز، روح لهذا. لا احنا لا اعطينا الصوره الحقيقيه للشعب المغربي يا اسعد. احنا والله جميل جدا. هؤلاء المغاربه انتظروا حتى يأتيهم المهدي المنتظر من اليمن، من شرق آسيا. جاءهم أسعد الشرعي وأرجعهم رجالا. الآن نراهم في التيك توك يسبون الجزائر بكرة وعشية. سبحان الله. أحمد تفضل أسعد. أقول لك حقيقة يعني ممكن تتقبلها. معليش أسعد، ولكن لا تكن قاسيا علي في الكلام. خلاص سد المايك. سد المايك. إذا كان من إنجاز لأسعد الشرعي، مو لأنه فعل شيء في المغاربة. لا، المغاربة أنا لم أضيف لهم شيء. إذا كان من إنجاز فهو أني ربيت الجزائريين، علمتكم كيف تطلعوا تتكلموا بأدب واحترام، ما عاد فيش تنحية السروال، ما عاد فيش سب، ما عاد فيش لعن. أنا إذا لي إنجاز فهو أني ربيتكم أنتم للأمانة. أما المغاربة أنا شهادة لله أنه مثل ما جيتهم مثل ما سأتركهم هم ما أثرت فيهم ولا أثروا فيا. نتفق، نختلف، نتضارب، نتصايح، عادي، إخوة ونتفق. أما أنا الطبقة، أنا أكثر رحلاتي في الأماكن الحوز كنت فيها. أنت لا تتابعني إذن أي علية قوم. أنت حد قال لك أن أنا كنت عند عزيز أخنوش ولا كنت عند الأثرياء؟ أنا كنت عند البرنوصي وعند ولد العاصمة ورحت الحوز وشفت الزلزال وشفت كل شيء، ورحت القرى ورحت المدن ورحت عند صاحبة المسمن وهي تعمل لي مسمن. بالعكس أنا عند الناس البسطاء جدا، وأموت في بساطة المغاربة وجمال المغاربة. أنت ما أدري، يمكن بتشوف أنت يوتيوبر آخر ما تشوف أسعد الشرعي. عموما تحياتي لك أحمد. الآن استغل وقت ولد العاصمة. اصبر أسعد، دقيقة والله، دقيقة رايح والله. لحظة. سأعطي ولد العاصمة الآن يرد عليك، وأنت في هذا الوقت الذي ولد العاصمة يتكلم أنت عرضت علينا أخلاق الملوك. رئيس جزائري مضى يشفق عليكم، يتعامل معكم مع توهين مجانين. هو الآن يعني عندما يأتيك مجنون ماسك حجر، هل ترد على المجنون؟ ما ترد عليه. هو هذا يقصد الملك محمد السادس هذا الكلام. يا أخوان المغاربة، إذا أتوكم الجزائريين المجانين لا تردوا عليهم. بس والله العظيم أنكم لو فيكم مروءة الرجال العرب لكلكم شكرتم الملك محمد السادس، أنتم كجزائريين، لأنه يحن عليكم ويفكر فيكم أكثر من رؤسائكم أنفسهم. وعلى فكرة يا أخي أحمد، وهذه ضعها هنا حلقة في أذنك،
من الأصل أن تشكروا ملوك المغرب من محمد الخامس إلى الحسن الثاني إلى محمد السادس إلى الحسن الثالث الذي سيأتي، لأنهم لو تعاملوا بلؤم بو مدين أو شاذلي بن جديد أو تبون لكانت الجزائر والمغرب اليوم مثل سوريا، لكنكم قابلوا تجنيكم بالحلم وغدركم بالصبر وإساءتكم بعدم الرد. هو ملكهم يطلع يقول للشعب المغربي لا تردوا وكذا. ولد العاصمة سيفصل في هذه الأمور. شكرا لك أخي أحمد، وروح ابحث لنا الآن عن أخلاق الكبرانات. أعطيتنا أخلاق الملوك، الآن مطلوب منك تروح الآن تنبش في والإخوة الجزائريين الذي أنتم في القسط والذي تسمعون الآن، ساعدوا الأخ أحمد، ارسلوا له أي شيء يورينا أخلاق الرؤساء الجزائريين وهم يقولون للشعب الجزائري أيها الشعب الجزائري لا تسبوا إخوانكم المغاربة. أتمنى أحمد أنك تأتينا بهذا المقام. دقيقة والله. ماذا بقي لديك؟ أحمد وقتك انتهى يا أحمد. والله 30 ثانية أسعد. لا لحظة لا أعطيه 30 ثانية، أعطيه. تفضل 30 ثانية تفضل. ماذا لديك؟ أسعد والله سؤال لك فقط. ما دور القنصلية ما دوره؟ قنصلية ماذا؟ عندما تكون قنصلية في مكان ما هو دورها؟ هجرة، جوازات، تأشيرات، حاجات. إيش يعني اللي القنصلية تنشأ إلى مواطني تلك الدولة صح؟ صحيح ولا؟ أيوة انطلق يا أخي سير. كاين 22 قنصلية في العيون، ما دورها؟ دورها اعتراف بمغربية الصحراء. هل هذا تدخل في عقلك أسعد؟ ما ندري ماذا تريد. سد المايك بيرد عليك ولد العاصمة. ولد العاصمة أطلق روحك. تفضل يا ولد العاصمة تفضل. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سأفتح الكاميرا بدءا بدء. دقيقة ما دام فيها فتحة كاميرا انتظرني. انتظرني بس أغلق الباب حتى لا يهجم علي تبوني ثائر لأن فوقي طربوش أحمر. انتظر. إيش عندك يا ولد العاصمة؟ أنا كنت آكل بطيخ لكن سأتوقف الآن. بالصحة والراحة. لا يعطيك الصحة. أحمد أسمعنا خطاب الملوك، أبناء الملوك وأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خطابات وأخلاق التبونيين. لقد حان وقت الحساب بالنسبة للمخزن الذي جعل من المغرب مملكة للشر والفساد والرذيلة، دولة مخدرات. لقد دقت ساعة الحساب. هذا ليس الرئيس، أعطينا بلسان الرؤساء. هذا إعلامهم الرسمي. هذا لا جبنا رؤساء يتكلموا. لا أنا ما أسمع لرؤساء، أسمع فقط لتبون. ما كنت أسمع من قبل أي رئيس جزائري. لكن هذه هذه أخلاق النظام الجزائري، وهذا أخلاق يعني رؤسائك يا أحمد، وهكذا هي تربيتكم. مسألة ثانية، الملك محمد السادس حفظه الله وأطال في عمره حتى يظل شوكة في حلوقكم، قال بأن قضية الصحراء المغربية هي المنظار التي يرى منها المغربي علاقاته مع أي إنسان. لذلك أقول لك يا أخي أسعد، نسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاك هذه الدولة حكومة وشعبا، لأن لا إله إلا الله. يا أخي اتق الله وشعبا. كفى من هذا الورع البارد. لو سألتك عن إيران يا أخي في داخل الجزائر الناس ما لهم علاقة. ولد العاصمة اتق الله. أنا ما يهمني، أنا يهمني إن عمت هانت. هذا الشعب لا نرى منه إلا الشر. الذي يخاطبنا الآن في هذا اللايفات ويسبنا أليس هو الشعب الجزائري؟ متكتكين يا أخي 4-5 تعمم على الكل. هذا هو الشعب الجزائري. مسألة ثانية، هو قال لك بأن المغاربة يطالبون بفتح الحدود. كبر الكاميرا مرة أخرى. تفضل. ساعة ما تتبعوا نحلوا لنا حدود بين نخدموا على روحنا. هذه زاجين يدخلوا ولا ما يدخلوش؟ حلوا علينا خلينا نخدموا على روحنا. هكذا الجديدة وراء الجديدة هذاك الفيديو الأول. هذا الفيديو الثاني. ما
مبقاتناش خدمة حنا في مغنية كاع. وكي تحل حدا واش نخدموا؟ نخدموا النافيكا ولا نروح نخدموا شويه مازوت، نخدموا شويه خضره، شويه حور، شويه طوماطيش، ندخلوا شويه ديسير. خويا المغرب حنا ما عندنا والو. يدخلوا من المغرب، حنا ما عندنا والو. هذا الشعب الجزائري. هذا الشعب الجزائري يفر من وقف الصوت، وقف الصوت يا ولد العاصمة. الصوت. هذا الشعب الجزائري يفر من الجزائر تجاه المغرب، ويأتي أحمد يقول لك الشعب المغربي. هو قال بأن المغرب جزيرة محاصرة، أليس كذلك يا أسعد؟ نعم، جزيرة ناشفة. نعم. تخيل أنه في مدة 7 أشهر استقبل المغرب 18 مليون سائح. 18 مليون سائح. الجزائر ما زالت تصارع حتى يأتيها 1 مليون أو 2 مليون من السياح، فأيهما جزيرة؟ الجزائر حفتر على حدودها الشرقية. الأزواد قتلوا الجيش الجزائري واغتصبوا بعض جنودهم وسرقوا هواتفهم من الجنوب الغربي. موريتانيا رفضت التحالف مع الجزائر لتكوين ما سماه هو بمغرب عربي جديد. مالي والكوت ديفوار طردت السفير الجزائري وأصدرت بيانات تدين فيها الجزائر. المغرب الحدود مقفلة. من الذي محاصر؟ نحن بوابة إفريقيا على أوروبا، بيننا وبين أوروبا فقط 11 كيلومتر. حدودنا مع موريتانيا إفريقيا مفتوحة. دخلنا في تحالف لدول الساحل كلها رفضت دخول الجزائر. هو قال بأن المغرب مستعمرة فرنسية. هذا موقع الخارجية الفرنسية يا أسعد. هذا موقع، كبر لي الصورة. وين أنت؟ وين أنت يا ولد العاصمة؟ يا أيوة كبرها يا مشرف. هذا موقع الدبلوماسية الفرنسية، diplom.gov.fr، يعني وزارة الخارجية. وتتصدر فرنسا قائمة المستثمرين باستثناء المحروقات، وتوفر منشآتها زهاء 40,000 وظيفة مباشرة و100,000 وظيفة غير مباشرة في 500 منشأة مستقرة في الجزائر، وثمة قرابة 30 منشأة مدرجة في قائمة منشآت مؤشر ك40. لو تريد العلاقات الجزائرية، وتتمثل العلاقات الاقتصادية مجال الفنادق والمطاعم والسيارات والبيئة والطاقة الكهربائية والأغذية الزراعية وإنتاج الأغذية الزراعية والصحة والتعاون الثقافي والعلمي. فرنسا هي أول دولة في الجزائر مستثمرة وتمتلك أكبر عدد شركات فرنسية خارج فرنسا هي موجودة في الجزائر. إذن أنت الدولة العميلة، أنت الدولة الوظيفية، أنت الدولة التي لا تزال فرنسا تسيركم على هواها كما تشاء، وليس المغرب. هذه نقطة ثانية. خليني نروح لنقطة ثالثة، لأن النقط التي ذكرت هي كثيرة جدا، وسأحاول أن أرد على أغلبها. الرجل تكلم أيضا على مسألة العلاقات الإسرائيلية المغربية، وأن المغرب طبع. طيب سأوقف الكاميرا هنا، وإلا فما زال عندي فيديوهات أخرى. أوكي. الوقت أسعد. لا دخل لك بالوقت. لم يوقف. سد المايك يا أحمد. سد المايك يا أحمد. هو جاءنا بفيديوهات للشيخ النهاري يتكلم عن علاقات المغرب مع الجزائر. أنا آتي بفيديوهات. أبو سليمان 22. بالحاج يقول بأن الجزائر دولة فقيرة، دولة معدمة، دولة الجنرالات سرقوا أموالها، وأنها تظلم المغرب، وأن لولا إقفال المغرب حدوده لكانت يعني قامت الجزائر بعمليات إرهابية داخل المغرب.
أبو سليمان 22. المغرب عن أي شيء تتكلم؟ نحن نقولها لك مباشرة يا جزائري. نعم، نحن نكره كل شيء يأتي منكم، لم نرى منكم إلا الشر. ولا يستغرب يا أسعد أن قلت لك أنا إنسان مغربي أفضل أن يكون لي عدو مثل إسرائيل بعيد عني على أن يكون عندي جار سوء مثل الجزائر. هذا الجار الذي كان خائنا على مر التاريخ. الأخ فيليبس ذكر لك حادثة واحدة. تخيل معي يا أسعد، دخلت القوات الفرنسية إلى جزيرة ليلى، وأنت زرت جزيرة ليلى. كل دول العالم وقفت على قدم واحدة لتقول هذه جزيرة مغربية، وطالبوا الإسبان بالخروج بما فيهم أمريكا وإسرائيل. من خرج ليقف مع إسبانيا؟ دولة واحدة في العالم، دولة العار، دولة الذل والخضوع، الدولة الوظيفية